والسلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ابداع. رجعنا لكم بكورس قوي جدا، كورس هيفيدك لو عاوز تتعلم البرمجة كمجال وظيفي، سواء لو عاوز تشتغل في شركة او لو عاوز تشتغل فريلانس او لو حتى عاوز تسافر بره وتشتغل بمجال البرمجة. فلو انت مهتم بمجال البرمجة وعاوز فعلا تاخدها كمجال وظيفي ليك، فالفيديو ده ليك. تابع معايا اخر فيديو علشان خاطر فيه مفاجأة كبيرة جدا، فيلا بينا. ورجعنا لكم مرة تانية. أولا ما تنسوش سبسكرايب للقناة وشير للفيديو ده وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من الكورس ده ومن فيديوهاتنا عموما عن القناة. طبعا من حقك انك تعرف مين اللي هيديك المعلومة البرمجية او مين اللي هيديك الكورس عن القناة عشان خاطر تاخد منه المحتوى او تاخد منه الجزء التعليمي وانت واثق. اولا انا احب اعرفكم بنفسي، اخوكم علي احمد، مهندس برمجيات. اشتغلت في شركة وفي اتنين، واشتغلت فريلانس على مشاريع، وانا جاي انقل لك الخبرة دي بناء على الفترة الزمنية الكبيرة اللي اتعلمت فيها برمجة وطلعت بيها مشاريع. دي نقطة. النقطة التانية، انا من 2015 وانا بدي محاضرات وكورسات برمجية لطلبة كلية هندسة وطلبة حاسبات ومعلومات وطلبة جامعة الدلتا. طبعا معلش يا جماعة احنا طولنا في المقدمة، لكن طبعا كان من حقك تعرف احنا بنعمل ايه على القناة وانا مين ان انا هديك الكورس البرمجة. طيب ايه هو يا جماعة كورس البرمجة؟ طبعا يا جماعة مع كثرة لغات البرمجة ومع كثرة المواقع ان احنا بقينا بنشوفها ومع كثرة الشركات دلوقتي، تسمع عن حاجة اسمها وورد بريس. الشركات كلها دلوقتي يا جماعة بتطلب وورد بريس. المواقع اغلبيتها دلوقتي بقت بالوورد بريس. وطبعا لو جينا على الناحية التانية، الشركات اللي بتطلب وورد بريس مش بتطلب واحد مجرد ان هو شغال بطريقه البيج بندر او الانيمنتور. وطبعا يعني في بعض المصطلحات هتكون غريبه على بعض الناس، لان طبعا يا جماعه ده فيديو انترو، وان شاء الله لما نخش في الكورس فالمصطلحات دي كلها باذن الله هتكون واضحه بالنسبه لك. فالشركات يا جماعه مش بتطلب حد بس ان هو بيج بندر وانيمنتور والكلام ده، لا. الشركات يا شباب لما بييجوا بيطلبوا حد ان هو يقدر يصمم ثيمات من الصفر، يقدر يصمم بلجنز من الصفر لو هم محتاجين بلجنز. فالموضوع يا جماعه مش ان هو وورد بريس زي ما انا كنت بسمع من زميلي ان انا بخش بسحب وورد بريس مش محتاج مبرمج. يا جماعه الوورد بريس تعالوا نشوف كده احنا هندرس في ايه عشان انت تحكم بنفسك. رقم واحد في الوورد بريس، هتعرف ان انت اصلا ازاي تسطب الوورد بريس وازاي تسطب الاكزامب. قال لا يا باشمهندس، هو الاكزامب ده مش بتاع الباك اند بتاع البي اتش بي. طب ايه علاقته بالوورد بريس؟ كل ده هتعرفه في الكورس، لانك انت هتنشئ داتا وقاعده بيانات، ويعني الموضوع مش سهل قوي ولا صعب قوي، لكن الموضوع هيبقى ممتع جدا ان شاء الله بالنسبه لك لو انت فعلا بتحب البرمجه. رقم اتنين، هتعوز تعرف ازاي تتعامل مع الثيمات وتسطب الثيمات وتشتغل على السيم وتغير السيم اللي انت نزلته او سطبته للشكل اللي انت عايزه. رقم ثلاثة، ازاي انك انت تقدر تتعامل مع البلجنز وتضيف بلجنز، والبلجنز ده اصلا هي ايه وبتعمل ايه. كل ده ان شاء الله في الكورس. طيب رقم أربعة، إيه هو الانيميتور والبيج بندر؟ إنك أنت تقدر تشتغل على ويب سايت كامل أو متجر إلكتروني كامل، زي ما إحنا ما إن شاء الله ما هنكريت متجر إلكتروني كامل عن طريق الانيميتور ده. إن شاء الله هنعرفه في الكورس. الخطوة اللي بعد كده هتعرف التريكات اللي بتتعمل في الوورد بريس، وهتعرف إن شاء الله قدام يعني إيه تريكات وإيه هي التريكات اللي ممكن تطلب منك كوورد بريس ديفلوبر. ده يا جماعه الجزء الاول من الكورس. الجزء الثاني من الكورس ان هو انك انت اصلا تعمل الثيم بنفسك. ازاي تعمل الثيم بنفسك؟ رقم اتنين، ازاي تعمل بلجن. لو جالك فكره مثلا كود معين انت كتبته، عاوز الكود ده تحوله لبلجن وتديه لزميلك يقدر يسطب البلجن دي، بدل ما يقعد يكتب الكود ده من اول وجديد. وتبقى البلجن دي ممكن تكون حتى باسمك او باسم حاجه انت اخترعتها فتكون بتاعتك انت. فان شاء الله في الكورس ده يا جماعه هنعمل كورس داخلي وبلاي ليست خاصه بحاجه اسمها ACF اللي هي ادفانسد كاستم فيلم، ان هي هتساعدك اصلا انك انت تعمل ثيم بنفسك. فيا جماعه الوورد بريس مجال مهم جدا، مجال مطلوب كتير جدا في سوق العمل، سواء في الشركات او الفريلانس او حتى بره مصر. يلا بينا دلوقتي نبدا نشوف ان احنا بنتكلم فيه ده
خطوات عمليه سريعه علشان ان شاء الله تكون انت بس فاهم الدنيا ماشيه ازاي كخطوات عمليه. يلا بينا. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي هنبدا نشوف كل اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو، في مقدمه الفيديو ده هنشوفه عملي دلوقتي يا جماعه. بمعنى انا عندي حاجه هنا اسمها بي اتش بي ماي ادمن. بي اتش بي ماي ادمن ده يا جماعه دي اللي هيكون فيها ان شاء الله كل قواعد البيانات بتاعتنا وكل الداتابيسز بتاعت اي مشروع انا اشتغلت عليه. طيب يعني ده يا باشمهندس قاعده بيانات، ودي قاعده بيانات، يبقى كل مشروع يا جماعه له قاعده بيانات. طيب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان افهمك ان في حاجه اسمها لوكال هوست وفي حاجه اسمها اكزامبل. كل ده ان شاء الله هنتطرق له يعني بالتفاصيل ان شاء الله، بس عشان تبقى انت واخد فكره عن اللي هيتقال قدام في الكورس. طيب نيجي يا جماعه لنوع من انواع او النوع الاول من انواع الوورد بريس، او اللي هو الجزء الاول اللي هنشتغل عليه ان شاء الله في الوورد بريس، هو البيج بيلدر، او انك انت تكريت متجر او ويب سايت بدون اي كود تماما عن طريق حاجه اسمها الانيميتور. طيب خلونا نشوف حاجه زي كده يا شباب. انا مثلا موقع زي ده يا جماعه ده معمول كونجو انيميتور بالشكل ده الانيميتور يا شباب. طب هو ايه الانيميتور يا باشمهندس؟ ما طبعا ما احنا ما نعرفش لسه الكلام ده. هقول لك ما تقلقش، كل ده هيتظبط بالتفصيل وهيتشرح بالتفصيل باذن الله. لكن باختصار بسيط، ان انا مثلا عاوز اجي احط صوره باختصار بسيط جدا. انا اقوم هنا انا عاوز اكريت هنا كده كونتينر بالشكل ده، وهاجي هنا هلاقي والله مكتوب صوره، هلاقي مكتوب عنوان، هلاقي مكتوب فيديو، اهو زي مثلا الفيديوز اللي موجوده هنا دي اشد واسحب. تعالى بعمل دراج اند دروب، هشد مثلا الصوره دي واحطها هنا. تمام. اول ما بشد جزء واحطه عندي في الويب سايت بيظهر لي الاوبشنز الخاصه بتاعته. انا عندي من ضمن الاوبشن ان انا اقدر استخدم صوره من مكتبه الوسائط بتاعتي او من الصور بتاعتي اللي على الويب سايت اصلا، او ان انا ارفع صوره مثلا عندي على الجهاز. خلونا نختار مثلا صوره من هنا. انا والله اختار الصوره دي واقوم له تحديد. الصوره بتاعتي اتحطت في الويب سايت بدون ما اكتب اي كود. طبعا يا جماعه كل الصفحه دي معموله بالشكل ده، اشد واسحب واغير، اشد الفيديو احط فيديو، اشد صوره احط صوره، تمام، اشد عنوان احط العنوان بتاعي واظبط التكست واظبط له عنوانه. كل ده من خلال يا جماعه البيج بيلدر دي او الانيميتور. حلو الكلام ده. فده يا شباب الجزء الاول اللي هنتكلم عنه في الكورس. هنعرف ازاي نكريت متجر كامل بالانيميتور او ويب سايت تعريفي بالانيميتور، وهنعرف تريكات المتاجر الالكترونيه من خلال البلجنز. حلو الكلام. طيب يعني ايه يا باشمهندس بلجنز؟ يعني يا باشمهندس باختصار بسيط ان انا عندي مثلا عاوز مثلا اعمل ايه؟ عاوز مثلا اعمل حاجه زي حجز الان، حاجه تعمل لي مواعيد. هل انا هقدر اكريت مثلا بلجنز تقعد تحدد التواريخ ومثلا الايام والساعات، واقعد احدد انا الكلاينت لما يختار كذا احجز لي الميعاد ده؟ طب انا ليه اعمل كده وابدا اعمل كود من الاول؟ يمكن اصلا وقت انك انت اصلا تكريت فيه بلجن هيبقى اطول من وقت ما تخلص في الويب سايت اصلا نفسه. وفي بلجن او في تول معموله ان هي بتساعدك في حاجه زي كده. فانت بتسطب مثلا البلجن عندك على الويب سايت، وهنعرف برضو ازاي بتعمل ده بالتفصيل. هتلاقي كل ده اشتغل عندك مجرد ما سطبتها بتظبط اعداداتها، شكرا. تمام. فالموضوع سهل يا جماعه جدا جدا جدا. وعلى فكره في ناس بتعمل فلوس كتير جدا من حاجه زي كده، من الانيميتور والبيج بيلدر والحياه السهله الجميله دي. تمام. لكن مش دي المشكله يا جماعه. المشكله بقى لما يجي لك عميل عاوز كاستم ثيم او عاوز شغل خاص بيه هو، او انت حتى نفسك في وورد بريس او في مشروع هو انيمنتور فعلا وكل حاجه فيه انيمنتور، لكن صاحبه عاوز يكستمايز في حاجه معينه. ساعتها انت هتعمل ايه؟ فانت لازم تكون فاهم ازاي تكستمايز الثيم اصلا اللي معمول بالانيمنتور، وازاي كمان تكستمايز ثيم من الصفر ككود انت كاتبه. تمام. فهنيجي للنوع التاني بقى يا جماعه اللي هو ايه. طبعا برضه يا شباب موقع زي ده يا جماعه معمول برضه انيمنتور، شد واسحب، حط الصوره، حط التكست، حط العنوان، مفيش فيه اي مشكله خالص. الجزء التاني اللي هو الكاستمايز ثيم، اللي هو الثيم يا جماعه انت اللي عامله او انت اللي مكريته، انت اللي متحكم في كل حاجه فيه. ثيم زي ده يا شباب طبعا ده يا جماعه كاستم ثيم. هتقول يا باشمهندس طب انت عرفت منين ان هو كاستم ثيم؟ اقول لك ان انا اللي عامله. فيعني ايه هو ده كاستم ثيم. تمام. طيب
كاستم ثيم يا شباب اقدر اتحكم في الصفحه زي ما انا عاوز، اقدر احط فيها الاشكال اللي انا عايزها، اقدر اعمل فيها اللي انا عايزه. تمام، مفيش حاجه بتخليني مقيد او ان انا مش عارف اتحكم، لان ده مش اوبشن في الثيم، فهضطر ان انا هكستمايز على الثيم، وهضطر ان انا العب في اعدادات الثيم. لا، فده انا بعمله بدماغي انا ومزاجي انا، على حسب ما الكلاينت عاوز او على حسب ما انا عاوز. تمام، طبعا يعني لو الموقع ليا يعني مش من كلاينت. تمام، فكل ده يا شباب ده كده كاستم ثيم. دي حاجه اسمها بوست تايب. كل ده يا جماعه هنعرفه ازاي انك انت مثلا بتعرض 6 بس كده في الصفحه الرئيسيه من الخدمات، لان مش واقعي ان انا عندي مثلا 60 خدمه هعرضهم في الصفحه الرئيسيه، لا بعرض 6 بس. ولما اجي مثلا اخش على صفحه خدماتنا، ازاي اعرض البوست تايب ده كله من هو كله 7 يا جماعه، بيعرضني في خدماتنا 7 وبره 6. ازاي الكلام ده ممكن اخليه يعرض بره 3 جوه مثلا 7، او البوست تايب كله. فكل ده شباب انا بتحكم فيه. تمام، فده يا جماعه الجزء الجزء الثاني من الكورس، ان انا اقدر اعمل كل الكلام ده زي ما انا عاوز. طبعا يا شباب، يعني زي ما احنا ما شفنا الفرق ما بين الاثنين، وزي ما احنا ما عرفنا يعني ايه انيمنتور، ويعني ايه بيج بندر، ويعني ايه كاستمايز ثيم، ويعني ايه لوكال هوست، وقاعده البيانات والداتابيز. كل المصطلحات دي انا مش عايزك تحفظها ولا عاوزك تركز فيها، انا عاوزك بس تفهم انت هتتعلم ايه في الكورس. هتتعلم ازاي تعمل ويب سايت او متجر بالانيمنتور او بيج بندر، هتتعلم ازاي تكستمايز على الثيم اللي موجود اوريدي، وتكستمايز على او تكستمايز انت الثيم بنفسك. ممكن تسميه باسمك، ممكن تسميه باسم الكلاينت او الشركه اللي انت بتعمله لها. فالموضوع ان شاء الله يا جماعه ممتع جدا جدا جدا. ومش بس كده، هي وظيفه وشغلانه مطلوبه في جميع انحاء العالم، وفي جميع الاشكال بقى، سواء كشركه، كفريلانس، هتسافر بره وتشتغل. فبتمنى لكم التوفيق. ما تنساش يا جماعه سبسكرايب للقناه وشير الفيديو، وان شاء الله باذن الله من الفيديو الجاي هنبدا نعرف ايه المتطلبات عشان خاطر تشتغل معايا في الكورس ده. وكمان ان شاء الله الفيديو اللي بعد كده نبدا بقى على طول نسطب الوورد بريس، ونسطب بقى من كل حاجه احنا عايزين نشتغل عليها، ونربط مشروع الوورد بريس باللوكال هوست. شكرا جدا ليكم، كان معاكم علي احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.